يا أبناء الشعب الفلسطيني المرابط الصابر المجاهد، يا أبناء أمتنا العربية والإسلامية المجيدة، يا كل أحرار العالم، نقف اليوم في المجلس التشريعي الفلسطيني رفضاً وتنديداً وتجريباً لخيانة القدس ودماء الشهداء، بإبرام اتفاق العار على رؤوس الأشهاد ليوجه طعنة غادرة في قلب شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة، في ظل مجاهرة حكام الإمارات بعلاقتهم الآثمة مع الاحتلال تحت ستار السلام المشين مع الكيان الصهيوني المجرم الذي يحتل أرضنا ويقتل شعبنا وينتهك حقوقنا ويدمر مقدراتنا ويدنس مقدساتنا ويسعى لطمس هويتنا وموروثنا العربي والإسلامي. لقد مارس حكام الإمارات كل أشكال الرذيلة السياسية والخطيئة الأخلاقية والإنسانية ليتآمروا مع الاحتلال ضد شعبنا وضد قضيتنا في الخفاء والعلن، لضرب مقاومة شعبنا وتصفية قضيته والإجهاز على حقوقه المشروعة. إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني إذ نؤكد أن اتفاق حكام الإمارات الخياني مع الكيان الصهيوني يعتبر من أخطر الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني خاصة والأمة العربية والإسلامية عامة. لنؤكد على الآتي: أولاً، إن اتفاق العار الذي أبرمه حكام الإمارات مع الكيان الصهيوني يشكل اصطفافاً تاماً في خندق الاحتلال وتآمراً مباشراً على تصفية القضية الفلسطينية وعلى خيارات شعبنا ومقاومته في تحرير الأرض والمقدسات، وخروجاً عن إجماع وثوابت الأمة، ومشاركة فعلية في جرائم الاحتلال الذي يقتل شعبنا ويسرق أرضنا ويدنس مقدساتنا. ثانياً، إن اتفاق العار يعتبر شراكة تامة مع جرائم دونالد ترامب ومحاولة لانتشاله من أزمته الانتخابية.